هل بيراميدز يمشي على خطى الزمالك وياخد الدوري زي ما الزمالك عمل وكسب الدوري مرتين ورا بعض من الاهلي؟ استفاد ان الاهلي كان مضغوط في بطولة افريقيا فرجع لعب كل المؤجلات. طبعا بيراميدز يمكن هيبقى مريح خالص عكس الاهلي ثم الزمالك اللي هيلعب مضغوط، لكن الاهلي هو اقرب للدوري من الزمالك في المنافسة مع بيراميدز، لان الاهلي لو كسب كل ماتشاته بما فيهم بيراميدز هيبقى الفرق نقطة واحدة بس. طب لو الاهلي اتعادل مع بيراميدز، بيراميدز هو الاول، طب البيراميدز كسب الاهلي، بيراميدز هيبقى الاول فرق نقطه. ده في حاله تساوي جميع المباريات زي بعض، لكن فالمنافسه هتبقى قويه جدا. والمدرب بتاع بيراميدز الكرواتي ده شغال كده مع نفسه، ما حدش حاسس بيه، مركز، مفيش ضغط اعلامي، مفيش جماهير عندهم، فبيلعبوا باريحيه. فالبيراميدز هيعملها وياخد الدوري، ده اللي احنا هنشوفه. ولا يستفيد من نفس خطى الزمالك ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه.